كان سيشن. انا يا باشمهندس. اخبارك يا هندسه؟ الحمد لله والله. ليك وحشه والله. احنا هنتكلم في النهارده. نتكلم النهارده عن اول يوم كليه. بنعمل ايه اول يوم كليه، ولا ايه اللي بيحصل اول يوم كليه؟ هو بس احنا مثلا عايزين نعرف الناس يعني هو ايه اللي احنا بنعمله ولا ليه. اللي احنا بنعمله ده بودكاست. بنتناقش فيه عن الحاجات اللي بتحصل مع الشباب عامه، اللي هم في سننا طبيعي، حاجات حصلت معانا. اللي هو اللي هم الخبرات اللي احنا بنمر بيها هو مفيش اي حاجه خبرات قوي، بس يعني. ماشي يعني ايه، يعني شغالين. الحاجات الحاجات اللي عدينا بيها قبل الحاجات اللي كده، عدينا بيها، الدنيا اللي مرينا بيها، او على الاقل حتى ففيديو ممكن ننصح. يفيدك بس مش اكتر. على الاقل ممكن ننصح حد او حد يستفاد بحاجه من الفتره اللي احنا عدينا بيها يعني. بالظبط. طيب احنا هنتكلم عن ايه النهارده؟ زي ما قلنا في البدايه، هنتكلم عن اول يوم جامعه واول يوم في الكليه. ايه اللي بيحصل اول يوم في الكليه من وجهه نظرك؟ يعني بيبقوا يعني في الوقت الحالي الشباب أو البنات داخلين اللي هو بقى قعدات جامعة وخروجات وفسح، وأنا كده خدت حريتي. والشباب بالنسبة للموضوع إن هو أنا عايز أخش أكلم بنات وأصاحب وأقعد أخربها يعني. دي حقيقة، إنك أول ما تخش الكلية بيبقوا عايشين حياة المراهقة، بيبقى داخل عايز يصاحب معنى الكلمة، عايز يشوف دي ويكلم ديك ويقعد مع شلة شباب وبنات ويقعدوا مع بعض ويخرجوا ويروحوا الكافيه دوت، ممكن يطنشوا المحاضرة ويشوفوا محاضرة تانية. يعني مش حتى كمان مش بيشوفوا المحاضرة التانية، هم هيروحوا يطلعوا بره، يقضوا اليوم بره، بعد كده يجوا. إحنا جايين من هناك أصلا احنا يعني. جايين من هناك. إحنا قابلنا وشوفنا الحاجات دي قابلنا كتير يعني. وشوفنا الكلام ده كتير، ومعلش الكلام ده مش هيفيد. تضييع وقت من مذاكرتك، من صحتك، حاجات طبعا ربنا هيحاسبك على الكلام ده، لأن طبعا كل ده حرام. طب آه، تفتكر ده عامله إيه يعني؟ ليه أصلا التفكير بقى واصل للمرحلة دي يعني؟ الشباب بقى من كتر الكبت ومن إن هم شايفين في المسلسلات أو في الأفلام إن وقت الحياة الجامعية إن الحياة بتبقى فري. يعني هو فعلًا هو بالفعل ده بقى يحصل يعني من أكتر الحاجات اللي بتصدّر للشباب أفكار ومعتقدات بقت الأفلام بقت والمسلسلات. الأفلام والمسلسلات، وطبعا الكلام ده كله جاي متصدر لنا من الغرب. إمم. فأنت بقيت تشوف إن الاختلاط حاجة عادية. ده بالعكس، بقى في ناس يشوفوا إن المكان من غير اختلاط ده حاجة غريبة، يقول لك إزاي مكان ما فيهوش اختلاط. بس يعني إزاي فعلًا مكان ما بيحصلش فيه الكلام ده، إن هو إحنا بنصاحب وإحنا عادي لأ، هو طبعًا إحنا عارفين إن المصاحبة حرام، إذا كانت مثلًا لو تخش تكلمها تقول لها قال الله وقال الرسول فده حرام. دي وبالنسبة نقطة. برضه الناس اللي هي بتخش يعني تسيب صحابها الشباب كلّهم، وإذا كان ولد مثلًا ويخش لفلانة الفلانية ابعتي لي معلش محاضرة كذا، أو ابعتي لي كذا، واللي بيحصل. أو العكس ممكن يحصل عادي، بنت مثلًا تخش ل لشاب، أو تخش اللي هو بيقولوا عليه إيه، اللي هو بيبقى ماسك الدفعة أو مندوب الدفعة. مندوب الدفعة. إمم. تخش تكلمه وتبعت لي بعد إذنك، وابعت لي مش هو ده آآ بيبقى بيتهيأ لي ده يعني بداية الباب اللي الشيطان بيستغله لحاجة زي كده. بالضبط. يبقى مثلًا الشاب أو البنت محتاجة حاجة، فتسيب صحابها وتروح لشاب مثلًا، ما فلنفترض مثلًا في دحّيح، أكيد في دحّيح للدفعة وواحدة دحّيحة للدفعة. أكيد. أكيد ده متعارف يعني عليه. أكيد في ناس في هي عناصر ناجحة وفي سواء في ناس، الطرف ده أو والناس الطرف ده. الدحيحة اللي هم الناس كويسين برضه، أنا باقصد بمعنى كلمة دحيح هو بني آدم بيذاكر، هو طبعًا بيعمل اللي عليه، اللي ما بيذاكرش طبعًا ده ما بيعملش اللي عليه ويستاهل اللي يعني يحصل له. الله يهديه. اللي هم إحنا. اللي هم إحنا. فأنت عندك برضه إيه، هو ممكن مثلًا ده يسيب صحابه، مع إنه مثلًا عنده صاحبه مثلًا اللي بيطلع من الأول على الدفعة أو اللي بيرتب، لو راح له قال له أنا محتاج كذا كذا، مش هيقول له لأ، وهيساعده. لأ، هو ممكن يسيبه ويروح لدي لفلانة. ليه؟ عايز يجر كلام مع فلان، يسأل فلان. فواحدة واحدة، بدل ما الكلام بقى في الدراسة، ألا ابتدى أنتِ يبقى ليه مكان تاني أنت عاملة إيه يعني. النهارده؟ طب أخبارِك إيه؟ طب وأنتِ عامل إيه؟ بقى الأمر تطرف لإيه، راح طرق تانية المفروض ما كانتش تحصل، بس طب هو ده يعني. المفروض يعني مثلًا لو إحنا دلوقتي عايزين نتكلم مع الشباب اللي هم لسه هيدخلوا دلوقتي الجامعة، أو اللي هم لسه داخلين الجامعة جديد، المفروض يبقى إيه تفكيرهم عن الجامعة؟ إيه هو متخيلاتهم؟ المفروض نعمل إيه؟ يعني الشباب دي تعمل إيه عشان تحاول مثلًا تتجنب المشاكل اللي ممكن تقع فيها دي؟ طيب، هو مجرد ما يخش الجامعة ما يحطش نفسه إنه بقى open minded مع نفسه. آآ أولًا open mind دي ملغية من عندنا من الدين ما هي عمومًا. ملغية، إحنا ما عندناش حاجة اسمها open mind، إحنا عندنا دين وشريعة بتمشينا، غير كده إحنا ما لناش علاقة بالناس. حلو. طيب أنا مجرد ما أخش الكلية، أنا المفروض أعمل إيه؟ أنا أول ما دخلت كده
أنا قلت لك ده بيقعد مع ده وده بيقعد مع دي، فطب في إيه طيب؟ لأ أنا ماليش دعوة بالناس دي كلها، أنا داخل أنا عندي محاضرات، هاحضر محاضراتي، أخلّص محاضراتي، شوف أنا عندي إيه أذاكره، عشان هتيجي تقعد وتلف وتضيّع ده كله، هتيجي في آخر السنة وتيجي مثلًا وقت الفاينل هتلاقي نفسك تلاقي نفسك مفيش. ضايع، هتلاقي الناس اللي أنت كنت بتقعد معاهم إذا كان بقى شباب أو بنات تلاقيهم بينجحوا وأنت قاعد مبلّط في السنة مش هتسيبها وتمشي، تضطر تشيل السنة، وبعد ما تشيل السنة هترجع تذاكر تاني، والناس اللي كانوا معاك هينسوك أصلًا، لأنهم مجرد ما هيخشوا سنة تانية أو مرحلة تانية أو تالتة أو أيًا يكن المرحلة هُم اللي أنت مرحلة بعد فيها، كده خلاص هيشوفوا صحاب جداد هينسوك، أنت ما بقيتش موجود معاهم، هم كانوا بيكلموك لأنك أنت كنت معاهم في نفس السنة. هي الفكرة كمان إن صحاب الجامعة دي يعني صحاب مؤقتة أو فترة مؤقتة فترة يعني. مؤقتة. فأنت عرفت مثلًا الشخص ده النهارده، بُكرة ممكن تبقى عارف شخص تاني وتنسى الشخص الأولاني. بالضبط، هم أصحاب الجامعة كمان فوق ده كله، برّه الجامعة أنت بتنساهم، أنت مجرد ما تروّح بيتك وتقعد في بيتك أنت بتنساهم، مجرد ما بتشتغل في حياتك العملية هم أصلًا مش فاكرينك، هم فاكرين إن فلان إحنا بنقابله في الجامعة، معايا رقم واحد. بالفعل، يعني بالفعل إحنا دلوقتي في ناس كده، يعني إحنا دلوقتي هنفترض مثلًا في وقت إجازة، فإحنا دلوقتي ما عندناش مثلًا إن إحنا نتواصل أو نتكلم مع بعض، إحنا بس مجرد حتى لو كنت باقعد معاهم ومقضّي حياتي معاهم في الجامعة، فأنا برّه الجامعة أنا مش أنت هم برّه الموضوع. أنت برّه الجامعة هو يعني صاحب الجامعة عشان ما حدش يفكّر إن إحنا يعني بنقول مثلًا ما تصاحبش في الجامعة، أنت صاحب صحابك عادي في الجامعة. لأ، إحنا هو بنتكلم في حتّة في حتّة هو تانية اللي هو الاختلاط بس يعني. لأ، هو كمان أنا باتكلّم مثلًا يعني أنا باقول له مثلًا صحاب الجامعة هم بس في الجامعة، فممكن يقول لك يعني إيه مثلًا صاحبي اللي أنا عرفته في الجامعة ما بقاش ينفع صاحبي في الحقيقة، لأ هو ينفع صاحبك في الحقيقة، بس يعني تكلّموا بعض اللي هو يعني تحسّوا على بعض، أنت لمّا تحسّوا على بعض مثلًا على ما الفعل هو الحسن والفعل الكويس، في مثل هتلاقي عندنا. نَفْسك الدنيا بتتطرّق معاك إن أنت مثلًا إيه، لأ هتيجي له مرّة البيت، هو ييجي لك البيت، بقى صاحبك في الحقيقة. أمّا مثلًا بقى الشلة بقى اللي هم المختلطين دول، أنت ممكن ما تروحش أصلًا عند حد فيهم، أنتم الكل تقابلكم يا إمّا في الجامعة، يا إمّا على القهوة برّه، يا إمّا في الكافتيريا في أي مكان بتاكلوا، خلص الموضوع على كده. هو كان في شيخ من مشايخنا كان بيتكلم عن الموضوع زي كده. إحنا عندنا مثل أولًا شهير أوي اللي هو الصاحب ساحب. آه. فكان في حد من مشايخنا بيتكلم عن الموضوع ده، بيقول لك صاحبك اللي أنت مثلًا لو أنت مثلًا بتقلِّب في التليفون مثلًا وقابلتك صورة مش كويسة أو أيًا كان، صاحبك بجد اللي أنت ما تقدرش تورّي له الصورة دي أو إن هو يشوفك وأنت بتقلِّب تشوف الصورة دي. إمم. في واحد تاني من صحابك أنت ممكن تورّي له بنفس الصورة وبُص وتضحكوا وتهزروا، وفي صاحب تاني لأ، أنت ما تقدرش إن هو حتى يشوفك وأنت بتتفرّج على الصورة دي، فهو ده الصاحب بجد يعني. المشكلة إن الناس فاكرة إن الصحاب دي أو اختيار الصاحب ده بناءً عن على أي حاجة أنت كده برضه يعني. عندك حديث النبي صلى الله عليه صلى الله وسلم، عليه وسلم. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالط. طيب أكيد. يعني صاحبك يعني قُل لي صاحبك مين أقول لك أنت مين، حتى بيقول لي قُل من صاحبك أقول لك من أنت، قُل لي أنت مصاحب مين، أنت لو مصاحب شيخ مثلًا في الجامعة أو مش شيخ، أنت مصاحب بني آدم أنا أعرف عنه كُلّه خير، هاقول لأ الراجل ده كويس، حتى أنا ما قعدتش معاه، بس أنت مصاحب ناس كويسة. طب أنت مصاحب مثلًا الجماعة اللي هم إيه بقى مش شمامين والجماعة بتوع المخدرات والخناقات والبلطجة والجماعة اللي بيسمعوا أغاني ومهرجانات، خلاص بقيت أنت أنت من هذا اتعرفت الشكيلة أنت يعني. آه، أنت اتعرفت أنت مين، أنت مين أنت اتعرفت كده أنت مين فيهم، أنت مين الناس هل أنت من الناس الكويسة والّا من الناس الوحشة؟ دي نقطة. طيب عندك بقى مثلًا النقطة التانية إيه بقى، أنا دخلت مثلًا كلية ودي حصلت، صاحبت واحد بيشرب سجاير، مش هاقول لك مثلًا ممكن يعزم عليك، أنت ممكن ذات نفسك تتشد تقول أنت عايز تجرب، حقيقي ده ممكن يحصل يعني ففاهمني؟ أنا شُفت حد بيعمل الحاجة دي، فطبيعي هيبقى ده مدخل لباب الشيطان يعني عمومًا. بالضبط، كمان هيبقى عندي فضول إن أنا أجرّب على هو الأقل. شاف الحاجة حب يجرب، فاهمني؟ والتاني صاحبه لمّا قال له أنا عايز أجرب ما قالوش لأ خُد جرب، ه لكن أنت بقى لو صاحبت ناس كويسة أو الصُحبة الصالحة زي ما بنقول عليهم، الصُحبة الصالحة دول مثلًا ممكن قبل الصلاة ب5 دقايق يقول لك تعالَ نلحق نتوضّى عشان نروح مثلًا نصلّي وليكن الضهر أو نصلّي الفجر أو نصلّي مثلًا مش عارف إيه، ده فاضل 5 دقايق مثلًا والعصر هيأذّن، فبتقوم تتوضّى مع إنك في ربع ساعة ما بين الإقامة والعصر، أكيد حلو، آه. أنت كان ممكن تقوم بعد الأذان وتقوم تتوضّى، لأ هو عمل حاجة اسمها التبكير في الصلاة، راح بدري للجامع، راح واتوضّى وقعد سمع الأذان وكبّر وردّد مع الأذان، وبعد كده خلّص صلّى السُنّة وقعد، وهو ده كلّه واخدك معاه،
أنت بقى كنت مثلًا بني آدم مش كويس، ياما ناس ربنا صلح حالها بسبب الصحبة الصالحة دي، عرفت ناس كويسة، واحد ما بقاش يصلّي، بقى مثلًا كل أمّا شوية واحد صاحبه يقول له تعالَ نصلّي، تعالَ نصلّي، في خلاص مرّة اعتاد راح الأمر إن صلّى، هو بقى يصلّي يعني. بقى يصلّي. ده إيه، ده صُحبة صالحة. طب مثلًا أنا صاحبت واحد مش تمام، واحد مش كويس، واحد أصلًا ما بيصلّيش، هنسمع عنه وهو الأذان وإحنا مش هنا. قاعدين مش بنصلّي. صاحبك اللي بجد اللي ياخد من إيدك من الظلمات للنور، ده صاحبك اللي بجد. لكن لمّا صاحبك مثلًا عنده يكون اللي هو تعالَ ده إحنا عاملين قعدة النهارده، جايب بقى حشيش وخمرة وبتاع ومش عارف إيه، يا عم مش دي القعدة اللي بلاش. مش على رأيك هي دي القعدة والّا بلاش؟ سيبك مثلًا من الحشيش والخمر، إحنا نقول مثلًا ده أنت بتبالغ حشيش وخمر إيه، مع إن ده بيحصل وبقى العادي بين الشباب بقى منتشر، الدراجز بقت منتشرة بشكل كبير أوي أكيد بين الشباب، بقت حاجة كتيرة أوي فعلًا، دي نقطة وبقت عادي، يعني اللي هو بقت عادي. إحنا مشكلتنا في إن إحنا في الزمن الحالي إن إحنا الاعتيادية، إن إحنا بالضبط. كل حاجة بقينا معتادين عليها، اللي هو الزنا بقى عادي، أنت بقيت شرب تسمع المخدرات بقى مثلًا عادي. أنت بقيت مثلًا تسمع إيه، إن القتل بقى حاجة عادية، أنت بقى كل يوم ممكن تسمع جريمة قتل والّا جريمتين، فاهمني؟ عندك كذلك الأمر يعني أنت بتقول يا رب فلان يكون بيشرب حشيش ما يتطورش ويشرب حاجة تانية، ليه؟ لأنه هو شرب الحشيش الناس بقت واخداه حاجة عادية، الكل بيشرب حشيش، أي حد بيشرب حشيش، كل مع إن مش الكل، هو الأغلبية، ومع بس بقى منتشر بس الموضوع. مع ما إنه بقى منتشر بقى الموضوع عادي، فالناس خلّت الموضوع عادي، ما هي دي مشكلتنا في الوقت الحالي، إن إحنا اعتدنا الحاجات اعتدنا دي. الشيء أو اعتدنا الحاجة، إحنا اعتدنا الحاجة الحرام، قُلنا الحاجة الحرام ما بقاش عادي. فحبينا الحاجة الحرام، دي حاجة مش هننكر ده، في ناس لو تسألها اللي أنت بتعمله ده غلط يقول لك آه غلط، بس يقول لك أنا باحبه ومش قادر أبطّله، كده فاهم؟ إحنا دخلنا في نقطة إن هو في ناس في غفلة عن الموضوع، الغفلة وفي كده، كده ناس موجودة، وفي ناس يعني اللي هو عارف إن ده غلط، وبيحاول إن هو يبطّل أو يحاول إن هو يشتغل على نَفْسه، يعني في فرق كبير ما بين الاتنين. في واحد عنده استكبار إن هو أصلًا مش فارق معاه لا جنة ولا نار، ولا إن هو يبطّل ولا إن هو ده يبقى حقيقة، كويس هو ولا. عارف إن كل اللي بيعمله حرام، كل اللي هو فيه حرام، بس هو مستمر، وبقى الموضوع عادي، لإنه اتعوّد، شاف صحاب، أنا بقى برضه رفقة صحاب السوء تاني، ناس جروه للكلام ده، بقى يشرب ويدّي ويعمل، دماغه بقت في حتّة تانية، بقى مثلًا عايز يضرب عايز حاجة يروح الناس الوحشة دي يروح لهم، عكس مثلًا الراجل الكويس، لو الدنيا ضاقت بيه أو مثلًا مخنوق أو تعبان أو بتاع، ممكن يروح لأصحابه يحكي لهم فأصحابه يدّوا له حلول، عكس أظن مثلًا ما تروح تحكي لواحد تاني يقول لك خُد اشرب وانسى، طب اشرب مضبوط. وانسى؟ طب والمشكلة؟ يقول لك لأ اشرب وانسى ما لكش دعوة، طيب بالنسبة ما هو ده كلّه بيعود برضه بالتأثيرات السلبية على الأهل، حلو، أنت أكيد. كمان برضه من النقطة ديّة برضه إن ممكن تلاقي إنسان كويس في حياته، كويس مع الناس، بس وِحِش مع أهله، حقيقي ممكن تحصل. حلو، يعني أنت مثلًا تلاقي كويس مع الناس اللي برّه، لكن مع أهله لأ، بس عامل الأهل يعني مؤثّر جدًا برضه، يعني أصل البيئة بتاع الأهل عمومًا بتبقى بتأثّر يعني على شخصية البني آدم وفي حياته عمومًا، بطريقة غير طبيعية يعني. أنا عايز أقول لك على فالاعتماد الأكتر على الأهل إن هم ينشئوا بيئة كويسة بس بيئة للطفل. كويسة حلو، في واحد برضه ممكن يكون الأهل مثلًا يعني الأهل مش هيمسكوا الواد 100% يبرمجوه، هُم الأهل يعني الأهل ليهم بنسبة 70، 80% هُم اللي بيأثّروا على الولد، حلو، أكيد. طيب التأثيرات اللي برّه لها عامل برضه، أكيد ليها عامل، بس برضه لمّا يكون في ضوابط وأهل أسوياء نفسيًا، لإن إحنا بقينا نعاني في الوقت الحالي أغلب الناس، إحنا مش بنقول كُلّه، بقى حتى البيت غير ديني أو غير مؤهل لتربية الأطفال أو العيشة على الشريعة الإسلامية عمومًا، إمم، وده غير إن في آباء وأمهات غير أسوياء نفسيًا. يعني أنا مستغرب صراحة إني باسمع في الوقت الحالي إن في بنت صغيرة عايزة نفسها تلبس الخمار مثلًا، ولاء يعني حد من أهلها أهلها بيمنعها رافضين، أو والدتها اللي هو أنتِ تلبسي الخمار وتكبّري نفسِك. يعني هي البنت ربنا ألهمها الهداية، يعني ليه أنا وفي كأهل سِن صغير هي تلاقي الفطرة، دي الفطرة، بالفطرة. فطرة الله التي فطر الناس عليها، هي دي الفطرة اللي ربنا عملها للإنسان، إن الإنسان هو من ساعة ما اتولد هو عارف الصح عارف إن في إله،
وعارف إن في حاجة غلط، لو جه يعمل حاجة الغلط بيحس إن لأ ده في حاجة غلط كده بتحصل. طب لو نفسه بتميل للحاجة الصح من وهو صغير، حلو، فدي الفطرة اللي ربنا فطر الناس عليها. طبعا بقى مع المسلسلات، الأفلام، الأجيال الجديدة، الناس تطلع بقت شايفة إن مين ده لابس البت ليه من وهي صغيرة مثلا خمار. وهنا بقى زي ما انت بتقول الأهل، ما انت برضو الأهل اللي مش عايز يلبس مثلا بنته صغيرة زي ما انت بتقول أثر التربية يكون برضو من الأهل، مش عايز يلبس البنت مثلا خمار من وهي صغيرة. السلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام. وبركاته. طيب نرجع للموضوع. نرجع لموضوعنا، مش اتفضل، احنا اسفين كنا بس لان الديك هو اللي قطع حقيقة الكلام. والله في ديك كده تسمعوا صوته هيعجبكم قوي. كنا بنتكلم عن موضوع مثلا تربية الأهل للبنت مثلا صغيرة لو كانت عايزة تلبس الخمار أو كده، فالأهل بيمنعوها. طيب ده بيحصل بالفعل دلوقتي. ده حقيقة. طيب هل الأهل منعوها كده وخلاص؟ لأ، ما هو تربية أهل الأهل اللي هو معلش فليفترض مثلا جد الاحفاد وتيتا، يعني جد الاجداد. وتيتا ربوا بابا وماما أو ربوا ماما إن عادي تلبسيش الحجاب دلوقتي، أو مثلا متلبسيش الخمار دلوقتي، وبابا مثلا جده رباه برضه بالشكل ده. فطب فليه؟ فهنا برضو الفساد بدأ بأهل الأهل. ما هو برضو يعني معلش مع احترامي، ممكن يكون الاهل دول كان عندهم جهل، بس اعتقد دلوقتي يعني ما بقاش فيه يعني اكتر من العلم ده موجود. حقيقة أنت دلوقتي لو حبيت تعرف أي معلومة إذا كانت عن أي دين مش الإسلام بس، أنت لو حبيت تعرف أي معلومة عن أي حاجة تقريبا على جوجل دوسة زرار، بس دوسة الزرار زرار خلاص، أنت بقيت يعني بقى عندك متاح حاجات كتير تعرفها. بالظبط بقى فالفكرة ان هو انا المفروض انا مطالب مني اصلا اعرف عن ديني، مطالب مني اعرف حياتي، اللي هو انا اعيش حياة المسلم الطبيعية. مم. مش معنى كده ان احنا يعني كلنا ملايكة وما بنغلطش طيب هتيجي مثلا في الآخر تقول إيه علاقة ده بالكلية؟ إحنا حبينا نفكرك بس إن الدين ده شيء لا يتجزأ أساسي عن حياتك اليومية وعن الكلية. حياة المسلم حياة العادي. المسلم العادي، أنا حياتي كمسلم في الكلية زي ما أنا كان حياتي العادية، زي ما ينفعش أختلط بالبنات في قلب الجامعة أو أكلم دي وأكلم دي في نفس كذلك أو في حياتي العادية ما ينفعش أختلط بيهم ولا أتكلم ولا الكلام ده كله خالص. في نقطة كمان مهمة قوي محتاجين نتكلم فيها، يعني مم. ان هو الناس اللي بتصافح النساء، يعني نساء صفة او النساء. العكس، يعني عموما يعني سواء ولد مد ايده يسلم او بنت مدت ايدها تسلم. أنت هتعرف إن في ناس بيتعمدوا إن هو مثلا يجي على الواحدة يفتح ده كده سلم عليا وبتاع وفاتح إيده حقيقي داخل عليها بعشم إن هي تسلم عليه، هو فهي مثلا تقول لك لا أنا مش هرضى أكسفه، لا اكسفيه. دي واحد يكسفيه ليه بقى؟ أنا انا اسف ما مسلمش. في موقف والله شفته ما اتمنهوش لحد، والله واحد قدامي كنت واقف، واحدة جت فمد ايده سلم عليها، هي مدت ايديها وسلمت عليه، مجرد ما مشيت من هنا قال كلام كمية كلام على قد ايه ان ايديها طريقة وحلوة. اقسم بالله انا ذهلت من الموقف، وهنا عرفت ان ليه السلام حرام، حتى السلام على الحريم ما ينفعش حرام. لما لقيت عمل كده حتى السلام فيه لذة فيه شهوة. لقيته سلم، لقيته بيقول لي مسكت ايديها مسحت، والله بنفس النص قال انا مسكت ايديها مسحت. رحت بصيت له كده، يعني انت في ايه؟ طيب انت حتى في السلام ايه؟ بيبقى فيه شهوة، في يعني في فلذلك انجذاب للموضوع. والنبي صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وسلم. كان في مرة تقريبا أحد النساء كانت مدت إيديها إنها تسلم على النبي، فالنبي قبض يده وقال إني لا أصافح النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح، فانت بقى اللي إني هتصافح. إني وقال إني لا أصافح النساء، وكان أطهر نية، عشان في ناس يقول لك إيه طالما نيتك عادية خلاص ماشي مش مشكلة سلم، لا. دول النبي الناس اللي بيحللوا الحرام بقى النبي كان دلوقتي. أطهر نية وكان أنقى نية، ومع ذلك قال إني لا أصافح النساء وما ف... سلمش على واحدة فيهم. فانت بقى وانت ضربت لنا مثال دلوقتي حي والله بالموضوع. شفته والله قدام عينيا حرفيا بيقول لي أنا سلمت على ساحل ده مش عارف طريقه وده حلو وبتاع. أنا تعجبت من الراجل، قلت يعني في إيه مش الدرجة دي، بس هو فعلا طلع للدرجة دي، طلع للدرجة دي، وإن النبي محرمش أي حاجة أو ربنا صلى محرمش الله أي حاجة عليه وسلم. كده هباء. يعني ربنا محرم أي حاجة عشان نحفظ المسلم، بالذات للنساء المسلمين. ربنا عمل كل حاجة في الشريعة الإسلامية عشان تريح المرأة في الإسلام، تحافظ علينا تحافظ كمجتمع اسلامي عليها عموما، يعني بالظبط، سواء رجل او مرأة، معلش تحافظ برضو. عليها، يعني جعل القوامة للرجل، جعل الإنفاق على الرجل، جعل الكد والحرب والعناء كله على الرجل.
ما جعلش المرأة مثلا انها ايه تطلع تشتغل ولا وجابها بإنفاق، ولا قال لا انت لازم تصرفي وبتاع ومش عارف ايه. بالعكس، فالدين من ناحية رايح المرأة فهو رايح جدا. تمام. طبعا معلش ان احنا تطرقنا طبعا لموضوع تاني، بس نهاية الموضوع احنا بنحاول نوصل لك معلومة ان في حاجات كتير أوي حرام احنا عايشين بيها على اساس انها عادي، هي بقت اعتيادية في حياتنا بقت خلاص، اعتيادية. يعني شايفين انها وكذلك عادي. الحرام ده بقى بيحصل في الكليات اكتر. يعني انت ممكن تخش الكلية ممكن تلاقي واحد بيسلم عليها ويحضنها ويبوسها يمين وشمال، ده بيحصل. ده بيحصل اكيد. ويبقوا قاعدين جنب بعض بيبقوا لازقين، يعني ايه طيب في ايه؟ لازقين ولا هممهم نظرات حد ولا نظرات ربنا فوق ده كله. فلذلك لما انت تخش الكلية اهم حاجة مراقبة ربنا ليه. هي الفكرة ان هم بيكونوا غافلين عن الموضوع. بالظبط. وهي برضو معلش لازم تراعي اذا كان في بابا موجود، بابا بيتضايق من حاجة زي دي، بيغير الغيرة. ينفعش مثلا اسلم على ده واقعد اتكلم مع ده. ده موضوع تاني نتطرق ليه بالظبط، في مرة في تانية مرة بإذن تانية. الله. وطبعا اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. يعني احنا والله بنحاول نعمل مم. يعني الفيديوهات دي، بس مفيش اي غرض غير ان احنا نحاول نفيد بيها بعض. بعض الناس، بعض الشباب، لان احنا طبعا كشباب فشوفنا حاجات كتير وشوفنا ناس كتير. واحنا جايين من هناك، يعني احنا بنحاول ننقل اللي احنا شفناه. احنا مش من بعيد، احنا من قريب يعني. بس وتمام كده. بس ماشي. مش هنقول لهم السلام عليكم؟ بس خلاص ننهي بقى الفيديو على كده. نقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا خلاص الفيديو خلص، انت بتتكلم السلام عليكم. انت هتتعب قوي بيه، خلي بالك. ها